السلام عليكم، اهلا بالجميع. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفقاس بريستيج ديال الكركاع كيجي روعه، ما يتهرس ما يضيع من اول تجربه. ان شاء الله غادي ندخلوا في المقادير نيشان وتبعوا معايا حتى الاخر. عندي هنا 4 البيضات، كاس ونص ديال السكر، واحد الفاني، وغنخدموا هاد المكونات مزيان. عندي هنا كذلك كاس ونص ديال الزيت اللي غنوضعو بالتدريج مع المكونات اخرين وغادي نخدموهم مزيان. غنضيف ليهم كاس من الحليب، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال السكينجبير وراس معلقه صغيره ديال القرفه كمنكهات. كيجيب سكينجبير واعر. المهم غادي نخدموا هاد المكونات وغادي نضيف لهم واحد الكاس ديال الزبده. هنا تكتلات لي الزبده بحكم كاين البرد بزاف. المهم نتوما غادي تحطوا الزبده مع قبل من الحليب مع الزيت. صافي حطوا الزبده مع الزيت. انا نسيتها حتى الاخر عاد تفكرتها. صافي هنا غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخماره الحلوه والطحين بالتدريج. هنا عندي 4 زلايف، المقادير داو لي 4 زلايف ديال الطحين. صافي طبعا الفرصه رطب. غادي نجمع العجينه ديالي وغادي نرجع معاكم باش نكملوا باقي التفاصيل ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا العجينه جات على هذا الشكل. غادي نقطعها قطع 4 ولا 3 على حسب الطاوه اللي عندكم. الا كانت الطاوه كبيره فمن الاحسن ديروا على 3. هنا درت 4 القطع وكورتهم جمعتهم صافي، وغنغطيهم ونهز قطعه بقطعه. غادي نحاول نسرح القطعه الاولى مزيان باستعانه طبعا ديال البلاستيك. وهنا كذلك عندي ابيض البيض اللي من الضروري انكم تدهنوا العجينه ديالكم من الفوق. المهم غادي ندهن العجينه ديالي كما كتشوفوا، وغادي نكون موجده واحد كميه محترمه ديال الكركاع، تقريبا كيلو. هنا غادي نحاول نرتب الكركاع. الا بغيتو يجيكم الفقاس عامر يعني مشرج بالكركاع فغتحاولوا تقربوا القطع مع بعضياتها مزيان. والا بغيتو يجي الكركاع خفيف صافي مشيو بهذه الطريقه اللي عملت انا. الدور ديال ابيض البيض باش كيلصق لينا داك الكركاع على العجينه. صافي وهنا كنرولي الفقاس ديالي اولا العجينه ديالي على هذه الطريقه، ونحاول نضغط عليه شويه باش كيتماسك. وهنا وجدت الحربول ديالي غادي نحطو في البلاطو، وغنستمر بهذه الطريقه تنسالي القطع اللي عندي كاملين. غنحاول نتقبل كيغدوم باش نتجنب داك التشقق ديال الفقاس. وغادي ندهنو باصفر البيض مع شويه ديال النسكافيه. وغندخلو الفران على نار مهيله بزاف. هنا خرجت الفقاس ديالي اللي ساليت طيبته كامل وغنقطعو، نخليه يبرد شويه مباشره نقطعو. عندي هنا الكيتور
اولا شي موس يكون ماضي مزيان. انا عندي الكيتور قطعت به. الكيتور كتاخدوه من الدروغري باقل يعني بثمن رخيص بزاف وكيساعدكم على الفقاس باش كيتقطع مزيان. انا ننصحكم بالكيتور الصراحه، اولا الموس يكون ماضي ما عندناش مشكل. المهم غادي نستمر هكا في التقطاع ديال الفقاس ديالي، وغنستفو في الطاوه وغنرجعو للفران يتحمر على نار مهيله باش كيجي محمر وزوين. هكا جا الفقاس ديالي. تمنينا الاعجاب ديالكم وما تنسونيش من جميل دعواتكم، وغنضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على المتابعه، نشوفكم على خير.